عظم الله أجورنا وأجوركم في ذكرى ارتحال منقذ البشرية وهادي البرية سيد الأنبياء والمرسلين المبعوث رحمة للعالمين محمد صلى الله عليه وآله. وبهذه المناسبة أذكر طرفا مما جاء في وصف النبي الأكرم صلى الله عليه وآله في أخلاقه وسيرته وسلوكه، وأؤكد على الأخوة والأخوات الأفاضل على الاهتمام بهذه الصفات، وليسأل كل فرد منا نفسه إلى أي مقدار يجسد جانبا من هذه الصفات في شخصيته وفي سلوكه وفي أخلاقه. جاء في صفة رسول الله صلى الله عليه وآله قبل بعثته أنه كان أفضل قومه مروءة وأحسنهم خلقا وأكرمهم مخالطة وأحسنهم جوارا وأعظمهم حلما وأمانة وأصدقهم حديثا وأبعدهم من الفحش والأذى. هذا كله قبل البعث. وما رؤي ملاحيا ولا مماريا، يعني ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يجادل بحيث أنه يزعج الطرف المقابل، النقاش الذي يؤذي الطرف المقابل ويفسد العلاقات ولا يصل الإنسان من خلاله إلى نتيجة تذكر. حتى سماه قومه الأمين لما جمع الله من الأمور الصالحة فيه. وأما ما جاء في وصفه بعد البعثة مجموعة حقيقة من الأمور، اخترت لكم هذه العناوين. كان صلى الله عليه وآله يشيع الجنائز ويعود المرضى في أقصى المدينة، يجالس الفقراء ويؤكل المساكين ويناولهم بيده، ويكرم أهل الفضل في أخلاقهم، يعني كان يعجبه الخلق الطيب. وبالتالي حتى لو كان الشخص المقابل له من غير دين الإسلام، الصفة الأخلاقية هي التي كانت تجذب هذا الشخص لرسول الله، فكان يمتدحهم ويذكرهم، حتى الذين ماتوا منهم يذكر محاسن أخلاقهم ويتمنى لو كانوا على دين الإسلام. وهذا نجده في قصة ابنة حاتم الطائي عندما وقعت في الأسر، النبي صلى الله عليه وآله وسلم ذكر والدها عندها وقال أن أخلاقه أخلاق الإسلام في جوده وكرمه، وأنه كان يتمنى لو كان قد توفي على الإسلام. ويتألف أهل الشر بالبر لهم، امتثالا لقوله تعالى: ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. يتألف يعني يجذب هذا القلب بحيث تكون ألفة بينهم. بالبر لهم، يصل ذوي رحمه من غير أن يؤثرهم على غيرهم إلا بما أمر الله. يعني هذه الصلة موجودة ومتحققة، ولكن لا تصل إلى الدرجة التي تكون خارج نطاق الشرع، لأن أحيانا الإنسان يتعصب لأهله وعشيرته، فلو أخطأوا وظلموا وقف معهم ونصرهم في ظلمهم، وهذا لا يجوز، والنبي لم يكن هكذا. ولا يجفو على أحد، يقبل معذرة المعتذر إليه. وكان أكثر الناس تبسما ما لم ينزل عليه القرآن أو تجري عظة. يعني كان أكو موقف معين فيه موقف عظة واعتبار، وفي نوع من مثلا حالة وفاة، حالة مرض، كذا، ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يتبسم لأنه ما راح يكون مناسب. وكذلك عند نزول القرآن هناك مسؤولية
وهناك أمر عظيم. فالنبي صلى الله عليه وسلم في هالموقفين لم يرى متبسما، ولكن في سائر المواقف كانت الابتسامة تعلو وجه المبارك، وربما ضحك من غير قهقه. ولا يرتفع على عبيده وإمائه في مأكل ولا في ملبس، ما شتم أحدا بشتمه، ولا لعن امرأة ولا خادما بلعنة، ولا لاموا أحدا إلا قال دعوه. لما يلومون واحد ويكثرون من لومه وتقريعه كان يقول تركوا بس خلاص. لا يأتيه أحد حر أو عبد أو أمة إلا قام معه في حاجته، ولا يجزي بالسيئة السيئة ولكن يغفر ويصفح. يبدأ من لقيه بالسلام، وإذا لقي مسلما بدأه بالمصافحة، وكان لا يقوم ولا يجلس إلا على ذكر الله، وكان لا يجلس إليه أحد وهو يصلي، يعني في حال النبي صلى الله عليه وسلم يصلي يأتيه شخص في حاجة للنبي صلى الله عليه وسلم إلا خفف صلاته وأقبل عليه وقال ألك حاجة؟ وكان يجلس حيث ينتهي به المجلس. وين نهاية الناس اللي قاعدين؟ ما عنده مجلس خاص له في مجالسه أو صدر المجلس، أينما انتهى به المجلس جلس. وكان أكثر ويأمر بذلك، وكان أكثر ما يجلس مستقبل القبلة، وكان يكرم من يدخل عليه حتى ربما بسط له ثوبه، يعني ينزع النبي صلى الله عليه وسلم بشته ويفرشه حتى يقعد عليه الضيف. ويؤثر الداخل بالوسادة التي تحته، وكان في الرضا والغضب لا يقول إلا حقا، وكان يمزح ولا يقول إلا حقا، وكان دائم البشر سهل الخلق لين الجانب، ليس بفظ ولا غليظ ولا صخاب ولا عياب. وكان يسأل عن أصحابه، فإن كان أحدهم غائبا دعا له، وإن كان شاهدا زاره، وإن كان مريضا عاده. وإذا لقيه الرجل فصافحه لم ينزع يده من يده حتى يكون الرجل هو الذي ينزعها، ولا يصرف وجهه عن وجهه حتى يكون الرجل هو الذي يصرفه. وإذا لقيه أحد فقام معه أو جالسه أحد لم ينصرف حتى يكون الرجل هو الذي ينصرف عنه، احتراما للضيف واحتراما لهذا المسلم صلى الله عليه وآله وسلم. وختاما نقول كما قال أمير المؤمنين عليه السلام وهو يلي غسل النبي صلى الله عليه وآله وتجهيزه للدفن: بأبي أنت وأمي لقد انقطع بموتك ما لم ينقطع بموت غيرك من النبوة والأنباء وأخبار السماء، ولولا أنك أمرت بالصبر ونهيت عن الجزع لأنفدنا عليك ماء الشؤون، ولكان الداء مماطلا والكمد محالفا وقلى لك. يعني هذا قليل في شأنك لو فعلنا ذلك، ولكنه أمر الله عز وجل، ولكنه ما لا يملك رده ولا يستطاع دفعه. بأبي أنت وأمي اذكرنا عند ربك واجعلنا من بالك.